السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفاصوليا الخضراء. هعملها بقى بطريقتي، يا رب تعجبكم. وكمان هوريكم برضك طريقتي في سلق اللحمة. أنا إزاي بسلقها. طريقة سهلة جدا مفيهاش أي حاجة، وهنعمل معاها بإذن الله رز بالشعرية. تعالوا بقى نشوف الفيديو. يا رب يعجبكم، بس الأول ما تنسونيش بالاشتراك في القناة، وما تنسونيش باللايكات، وفعّلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. يالّا بقى تعالوا نشوف إحنا عملنا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا دلوقتي إن إحنا الأول هنبدأ نسلق اللحمة. أنا باجيب اللحمة وباغسلها كويس جدًا، وبعد كده باجيب حلة، أحط فيها معلقة زبدة واحدة بس أو معلقتين زي ما تحبي، بس أنا باحط معلقة واحدة في باللحمة بالذات علشان ما باحبش فيها دهون كتير. وباحط بقى اللحمة، بادّي لها بقى كده صدمة كده في الزبدة كده، وهاسيبها بقى على الهادي على نار هادية خالص، وأوطّي عليها ومش هاحط لها مَيّة ولا أحط لها أي حاجة خالص، لحد ما اللحمة تنزّل المَيّة اللي فيها كلّها، تنزّل مَيّتها خالص. دي طريقتي في سلق اللحمة، وبصراحة أنا الطريقة دي باحبها جدًا عن أمّا باسلقها على البارد يعني. هاحط بقى عليها شوية فلفل أسود، وكمان مستكة وحبهان، وورق لورا لو حبيتِ، وباغطّي عليها، ما باحطّلهاش أي حاجة تانية بقى خلاص، أنا باسيبها بقى كده لحد ما إيه يعني إيه تبدأ تطلّع المَيّة بتاعتها بالشكل ده. شوفوا كمية المَيّة اللي طالعة منها. أنا بقى باستنى عليها لحد ما المَيّة ديّة تبدأ تنشف كده، وتبان بقى اللي يعني الدهون بتاعتها تبدأ تبان بقى كده لوحدها، بس طبعًا خلّي بالِك علشان ما تشيطش منِّك. طبعًا هنا هي ما شاء الله خلاص المَيّة نشفت منها خالص أهيًا. أنا معايا طبعًا مَيّة سخنة، ما اضيفش على اللحمة مَيّة ساقعة. أنتِ كده يعني بتأخّري السِوَى بتاعها، فدايمًا لمّا تيجي تزوّدي اللحمة على النار، زوّديها بمَيّة سخنة تكون مغلية بالشكل ده كده. خلاص أنا بقى دلوقتي خلاص أنا هازوّدها بقى المَيّة زي ما إحنا شايفين، وهاغطّي عليها واسيبها، بس هاحُط لها بقى حاجة كمان الأول. جِبت كده بصلاية كبيرة قطّعتها 4/4. ليه ما حطيتهاش في الأول؟ أنا ما حبيتش أحُط البصل في الأول مع اللحمة ليه، علشان كان هيشرب المَيّة بتاعة اللحمة اللي هي نازلة منها، وفي نفس الوقت كان هيتهرى منّي. وبعد كده باسيبها تستوي بقى على نار هادية، أول ما بتغلي باوطّي عليها خالص واسيبها بقى مع نفسها. إيه رأيكم بقى في الفاصوليا الجميلة الخضرا ديّة؟ طبعًا بقى إحنا في موسم الشتا وجمال الشتا وخضار الشتا، أحلى بقى فاصوليا وأحلى خضار تجيبيه دلوقتي في الشتا. طبعًا إحنا معانا هنا فاصوليا خضرا متقطّعة ومغسولة، وتكون مغسولة كويس جدًا ومحطوطة في مصفى، ومعانا بصلاية بصلتين كبار يكونوا متقطّعين قطع صغيّرة كده، مبشورين، ويكون معانا كمان معلقة كبيرة من التوم، وطبعًا طماطم علشان نسبِّك لها بقى كده ونعمل الصلصة بتاعتها. هنا حطيت معلقتين من الزبدة أهوّة في الحلة، وحطيت البصل، وهابدأ دلوقتي إن أنا يعني البصل مش هاسيبه يتحمّر، هو بس هيدبل كده ويبدأ يصفَر بسيط. ما شاء الله، طريقتها سهلة وكمان ما شاء الله بتبقى طعمة جدًا. خلاص هنا هاضيف بقى معلقة التوم الكبيرة بتاعتي، أنا جايبة طبعًا معلقة توم كبيرة، هاحطها بقى على البصل كده واشوّحهم مع بعض. وزي ما إحنا قُلنا نخلّي بالنا إن اللحمة بتاعتنا وهي على النار نوطّي عليها ما نسيبهاش على نار عالية علشان تستوي وما تنشفش مننا، وما نضيفش الملح خالص إلا بعد السِوَى. هنا بقى خلاص البصلة أهيّة والتومة، ما شاء الله ريحة التوم طلعت أهيّة خلاص. هابدأ أحُط الصلصة بقى دلوقتي علشان تتسبِّك بقى كويس أوي مع التوم والبصل، وهاحُط كمان معلقة صغيّرة من الفلفل الأسود، وكمان هاضيف لها برضك الملح بتاعها. خلاص هي هنا ما شاء الله اتسبِّكت معايا أهيّة. هابدأ دلوقتي أعمل إيه بقى، هاحُط عليها الفاصوليا بتاعتنا، الفاصوليا طبعًا اللي إحنا سايبينها تتصفّى من بدري، غسلناها كويس وصفّيناها، هنحطها بقى على الصلصة كده،
وهنقلب كله مع بعضه. يلا يا جماعة شجعونا كده شجعونا باللايك وشجعونا باشتراككم في القناة، نورونا باشتراككم. يا رب كده الفيديو بس يعجبكم يا رب. دلوقتي معايا بقى مرقة اهيت او الشوربة بتاعتنا، خدناها من اللحمة كانت استوت معايا خلاص. ما شاء الله الشوربة بتاعتها جميلة جدا. ودلوقتي هبدأ بقى ان انا ازود عليها الشوربة كده، وهقلبها بقى مع بعضها واسيبها بقى تستوي براحتها. هغطي عليها واسيبها تستوي شوية. وما شاء الله اللحمة استوت اهيت وجميلة ما شاء الله. طلعتها طبعا من الشوربة علشان انا هحطها على الفاصوليا. اول ما الفاصوليا احس ان هي بدأت تستوي كده بنزل عليها على طول اللحمة. بس انا هستنى عليها لما تستوي الاول علشان اساسا اللحمة مستوية، فمش عايزاها تتهرى اكتر من كده. حطيت عليها بقى اللحمة هون. هقلب كل الحاجات دي مع بعض، الفاصوليا واللحمة. طبعا بقى هتديها طعم جميل وهتزود طعمتها. ما شاء الله. طريقتي ديت في الفاصوليا بس والله العظيم بتطلع جميلة جدا. هحط لها بقى الملح بتاعها، انا في الاول ما حطيتش الملح بس انا دلوقتي هضيف الملح. ودي ما شاء الله الفاصوليا هي واللحمة فيها هي جميلة جدا. خلاص كده هسيبها بس تاخد غلوتين 3 كده مع بعض. وبعد كده هطفي عليها. تعالوا بقى نعمل الرز بشعرية بتاعنا علشان نقدمه مع الفاصوليا الخضراء. انا بجيب حلة واحط فيها شوية زيت، وبجيب بقى حوالي كوباية شعرية كده. على الكيلو الرز بحط كوباية الشعرية. وبعد كده ببدأ ان انا اقلب فيها بقى لحد ما تبدأ يعني تتحمر، بس مش بتتحمر قوي يعني. اللون الذهبي الجميل كده. هقعد اقلب بس اهم حاجة تقلبي فيها على طول علشان ما تتحرقش منك او تاخد لون، حتة تاخد لون وحتة تانية لا. كله يبقى لون واحد يعني. خلاص كده هي اللون، هو اللون ده جميل جدا كده علشان ما يغمقش الرز برضك. هحط له بقى هجيب الرز طبعا كنا انا غسلاه حوالي كيلو رز، وغسلاه كويس ومسيباه برضك يتصفى. الرز اهون هحطه بقى واقلبه مع الشعريه كويس علشان يبقى مفرفر كده وحلو يعني. برضك اما بتديله تقليبه مع الشعريه كده في الاول قبل ما تحط له الميه، بيديله برضك طعم كويس. خلاص بقى هضيف على الرز الميه بتاعته. وزي ما احنا قلنا في كل مره بنعمل الرز المصري، بياخد كوبايه الرز على كوبايه ميه. وطبعا اضيف الملح بتاعه وهقلبه واسيبه بقى لحد ما يبقى الميه تغلي، وبعد كده بوطي عليه واسيبه بقى يستوي على نار هاديه جدا. خلاص كده الرز ما شاء الله استوى اهوت وبقى جميل وبقى جاهز خلاص. والخضار بتاعنا الفاصوليا الخضراء بتاعتنا خلاص خلصت وغرفناها كمان ما شاء الله. تحفه والله بجد وجميله قوي. وده الرز اهو. ودي كمان المرقه بتاعتنا او الشوربه بتاعتنا اللي طلعناها من اللحمه، جميله جدا. يا رب كده النهارده يكون الفيديو بتاعي عجبكم ويكون يعني خفيف عليكم كده وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، ما تنسوش بقى اللايكات، وما تنسوش تحطوا لنا كمان التعليقات الجميلة اللي بتشجعنا. ويا رب كده يا رب دايما تكونوا في أحسن حال يا رب العالمين. واترككم بقى في رعاية الله وفي أمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.